إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، حديثي معكم حول حقوق الجار وحقوق الصحبة. اعلموا أن الجار هو الذي إن استجرت به أجارك، ويصنفه أهل العلم ب7 وقيل 40 في كل اتجاه. إن للجار حقوق كفلها الإسلام وأمر بها وحرص عليها أشد الحرص، وأن من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى إيذاء الجار. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكبر الكبائر، والذنوب الكبائر هي الذنوب التي توعد ربنا تبارك وتعالى مرتكبها بعقوبة أو بحد من الحدود، هذه هي الكبيرة. لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخبرك بالكبائر، بل يخبرك بأكبر الكبائر. من أكبر هذه الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك. من أكبر الكبائر أن تدعي أن لله ند وهو خلقك، وأن تقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ومن أكبر هذه الكبائر
أن تزاني حليلة جارك عدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكبر الكبائر. وقال النبي أيضا من أكبر الكبائر أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. عدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكبر الكبائر، حتى لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة قيل في صلاتها وصيامها وبرها وفعلها للخيرات غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل قال النبي هي صاحبة ذنب لابد أن تتوب منه؟ هل قال النبي أمرها إلى الله إن شاء رحمها وإن شاء عذبها؟ ما قال النبي هذا، وإنما قال النبي هي في النار. امرأة تصلي وتصوم وتقوم الليل وتفعل من ألوان الخيرات، والذنب الوحيد أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي هي في النار. لك أن تتخيل هذه المرأة صاحبة صلاة وصاحبة صيام وصاحبة طاعة، ولكنها صاحبة ذنب وحيد أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فأخبر النبي أنها في النار. طب اللي لا صلاة ولا عبادة ولا صيام ولا زكاة ويؤذي جيرانه بكل ألوان الجوارح والنعم التي من الله بها عليه، أمال اللي بيؤذي جاره في سمعه وفي بصره بيده وبلسانه وبسمعه وببصره وبفرجه، هذا ما حكمه عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل أمين وحي السماء يوصي أمين وحي الأرض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالجار خيرا، حتى ظن رسول الله أن الجار لو مات سيرثه جاره لعظم حقه عليه. يعني النبي تخيل إنه ممكن في لحظة من اللحظات ينزل عليه آية من القرآن تخبره أن الجار لو مات يرثه جاره لعظم حقه عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا عظيم حق الجار على جاره، قال النبي: ولا تؤذيه بقتال قدرك، ولا تؤذي جارك برائحة طعامك. لك أن تتخيل هذا الدين الذي يأمرك صاحب الرسالة فيه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أن تحافظ على جارك من رائحة طعام. هو دين لو كان له رجال، هو دين لو كان له رجال يمتثلون الأمر ويجتنبون النهي. كان الناس على عهد رسول الله وفي عهد الصحابة يدخلون في دين الله أفواجا بحسن معاملة المسلمين لغير المسلمين. وصانا نبينا
بأهل الذمة فضلا عن أهل الملة خيرا. فقال النبي: من آذى ذميا أو معاهدا فقد آذاني، أنا خصيبه يوم القيامة. من آذى ذميا أو معاهدا فقد آذى رسول الله. فكيف بمن يؤذي المسلمين ليل نهار؟ ولهذا كان من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتحسس جيرانه وأصحابه وكل صاحب حق، حتى إن رسول الله يوما ليسأل عن امرأة كانت تقم المسجد في عهد رسول الله: أين فلانة؟ ماتت يا رسول الله. لم لم تخبروني؟ ماتت في وقت الظهيرة وخفنا عليك من شدة الحر يا رسول الله. ودي واحدة من عامة الناس وظيفتها أنها كانت تقم بيت الله، تنظف بيت الله، ليست من علية القوم ولا أصحاب الحسب والنسب. ظن الصحابة أن أمرها لا يشغل رسول الله، فقال النبي: دلوني على قبرها. ثم يذهب رسول الله فيصلي عليها ويدعو لها ويستغفر لها ويقول: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، والله منورها بصلاتي عليكم. هذا النبي الرحيم قال يوما في حق الجار: ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. لا ترفع جدار بيتك أعلى من مستوى جدار جارك فتحجب عنه الريح إلا أن يأذن لك. تبني في بيتك وفي جدارك، ولكن حق الجوار أن تستأذن الجار، هذا هو الدين. أما ما أصبحنا نراه أن الناس أصبحوا لا يحرمون حقوق الجوار ولا يعظمون أمورهم. أصبحنا نرى ما نرى من قطيعة الأرحام حينما قطع الجار جاره، فأصبح طبيعيا أن يقطع الولد والده، وأن يقطع الابن أمه، وأن يقطع الأخ أخوه، وأن يقطع الإنسان أخواته وأرحامه. إذ الإسلام يبين عظيم حق الجار، فسماه ربنا تبارك وتعالى في القرآن: والجار الجنب والصاحب بالجنب. ذكره ربنا صراحة في القرآن لفظ الجار أو الجوار. أين حقوق الجوار في هذا الزمان؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. حق الجار على الجار ألا يصله مكروها يكرهه منك، لا بلسانك ولا بيدك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. من منكم، أجيبوني، من منكم آمن اليوم على نفسه وأهله وماله وعرضه وهو بين أهله وجيرانه وأصحاب دينه وأصحاب ملته وقبلته؟ من منكم آمنا في هذا الزمان على نفسه وأهله وماله؟ ده اللي ابنه بيتأخر 5 دقايق عن ميعاده الإنسان بيجن.
مش آمن. اللي بنته بتخرج لدراستها ولا لسكنها ولا لأي مكان، أصبح الإنسان غير آمن على نفسه وأهله وماله وعرضه. حتى أصبحنا نسمع ونرى أموراً قد يستعيذ الشيطان بالله منها ومن فاعلها وقائله. أصبحنا بنسمع بين المسلمين أمور ومشاكل الشيطان نفسه يمكن المشاكل دي ما تخطروش على بال، لما الشيطان نفسه يسمعها يستعيذ بالله من فعل البشر. تسمع واحد كده ويحكي ويتباهى بالأمر: يا عم الشيخ بحب واحدة متزوجة ومعاها أولاد كبار في الكلية وفي الثانوية، وبتصل عليها في اليوم 30 مرة و20 مرة، ورحت عندهم جابوا لي الأكل ما أكلتش. بسم الله ما شاء الله. مش مستحي من نفسك؟ مش مستحي من العيش والملح اللي بتاكله؟ ده لو بياكلك سم فلان ما كانش وصل بيك الدناءة اللي انت بتعمله. لو في يوم من الايام قيل ان زوجتك واحد بيتصل عليها 30 مرة في اليوم، لو بنتك جرت لك في يوم من الايام انا بحب انسان متزوج وبيتصل عليا 30 مرة في اليوم، لو ابنك قال لك عايز اتزوج واحدة متزوجة وبتصل عليها 30 مرة في اليوم، بسأل الناس دي اللي بيجري في عروقها ده دم، اللي في دماغها ده عقل، اللي بين جوارحها ده قلب تحسه بينبض. أيها الناس أفيقوا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله. أيها الناس مش عايز أقول لك إنه في حيوانات لما زوجته بتعشر ما بيجربش منها، الحيوانات التي لا تعقل. الكبش نفسه لما بيعرف ان النعجه دي معاشره ما بيجربش منها، العيب بالحمار، فما بالك بانسان قال ربنا عنه ولقد كرمنا بني ادم. اين نحن من سنه من قال عن نفسه انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق؟ ده بقى الجار والصاحب بيدخل بيت الراجل عمال بيتطفح فطار وغدا وعشاء، وعمال يبص لبنت جاره ولزوجة جاره، والقفل منين والمدخل منين والمخرج منين وهيسلك ايه وهيطلع منين، ولو اتمسك هيقول ايه. امور غيرنا وبدلنا الفطرة التي فطر ربنا الناس عليه. عايز اقول كان زمان حتى الحرامية كان اصحاب مبادئ، كان زمان الحرامي ما بيسرقش من بيوت رب العالمين. النهارده بيوت رب العالمين بتسرق، فرشة المساجد بتسرق، حنفيات المساجد بتسرق، ماتور الجامع بيسرق، حصالة المسجد بتسرق. كان زمان الحرامي ما يسرقش من اهل بلده ويغار عليهم، ولو حرامي غريب سرق من اهل بلده يروح هو يقول عندي ويجيبها. كان حراميه بس اصحاب مبادئ. اي نعم بيسرق وبيعصى بس تحس انه صاحب مبدأ. النهارده اللي بياكل في بيت واحد وبيشرب وبيعاكس بنته واخد رقم تليفونها بيكلمها في الليل وفي النهار، ألا تستحون من أنفسكم؟ ألا تستحون من ربكم؟ ألا تستحون لحقوق الجار على جاره؟ ده حاجة غريبة. ده شاهد الزور النبي قال، أو الست بتقول للنبي يا رسول الله زوجي متزوج 2، ينفع أتشبع من مال زوجي؟ يعني يا رسول الله زوجي متزوجني 2، ينفع أنا أجيب عباية من عند أهلي وأقول زوجي اللي جايبها لي أعاند في ذكري؟ ينفع أسرق من ورا منه وأجيب خاتم وأقول زوجي اللي جايبه لي؟ قال النبي المتشبع بما لم يعطى كلابس
ثوبي زور. اللي بيقول على حاجة وبيفتخر بحاجة مش عنده، النبي قال زي لابس ثوبي زور، زي شاهد الزور، تاخده راكب وترجعه ماشي. يتحجج ما عنديش جلابيه يروح بيها، خد العبايه اللي عليا وروح بيها. ساعة ما يروح يشهد الزور اقول له هات الجلابيه وهو هناك، ارجعه عريان. يبقى في دماغه انه لابس جلابيتين وعبايتين فوق بعض وهو في الاساس عاري. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. اللي عامل حبيبي وهو غير كده كلابس ثوبي زور. اللي بيتكلم عن مكارم الاخلاق وهو غير كده كلابس ثوبي زور. الانسان الذي لا يعرف للجار حقه كلابس ثوبي زور. ده الكلاب بنرمي لها بقايا اكلنا. الكلاب مش بنرمي لها اكل، بنرمي لها العظم والشوك والعيش اللي محروق والرز اللي ما اتاكلش، بنرمي لها بقايا اكلنا. تاكلهم 3 ايام يحفظوا لك الجميل 10 سنين. والبني ادم تاكله 20 سنه، وفي اول موقف ينسى العيش ولا ملح ولا لحمه ولا سمك، ينسى دينه وينسى سنه نبيه، في اول محطه يبيع. تبقى راكب الموتوسيكل الكلب بيجري وراك لو انت رايح الحسينيه ياخدها 20 كيلو جري ورا منك وانت راكب الموتوسيكل. وابنك اللي انت مربيه ومكبره ومعلمه وبنيله ومجوزه ومجهزه والله ما ماشي ورا منك المسافه دي. كنا في امتحانات عندها 90 سنه واقفه لابنها 3 ساعات على رجلها على باب اللجنه. يلقوا ثواب يا اولاد، حد يدخل ورقه دي الفارس. يلقوا ثواب يا اولاد، حد يسالني على فارس في لجنه كام. الحاجه لو في العنايه المركزه فارس مش هيضيف لها 3 ساعات على باب العنايه المركزه. وحقوق ومظالم بيخلصها جيل بعد جيل. اوعى تفتكر ان الحقوق دي بتروح عند رب العالمين. ربنا اخبر عن نفسه احصاه الله ونسوه. هتنسى الذنب اللي انت عملته بس مسطر عند ربك. في مظالم هتخلص في الدنيا ومظالم هتخلص في الاخره. وكل مظلمه هتعملها هينصب لها رايه وعلامه يوم القيامه مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان. هذه غدرة فلان ابن فلان. اللي انت خضت في عرضه واللي انت سوأت في سمعته واللي انت افسدت عليه زوجته وبنته واللي انت افسدت عليه ابنه، بقى مدمن مخدرات ومسكرات بسببك. كل ده هتسأل عنه يوم القيامة. كل غدرة منصوب لها لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. إذا كنت بتستحي ولسه عندك دم وبتحس وخايف إن العباد يشوفوك وأنت على معصية، يوم القيامة هتبقى الفضايح على رؤوس الأشهاد. الخلق كلهم هيتفرجوا عليك. أيها الناس استحوا من ربكم وأدوا للجيران حقوقهم. احفظوا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيها الناس بندق جرس للخطر. أواصر المجتمع اللي اتقطعت باللي احنا بنتكلم فيه. بقى الميتم في الشارع ده والألعاب النارية بتاعت الفرح في الشارع التاني. بقى مصاب الناس لا يهم الناس. تلاقي الراجل كان زمان كده اللي يشوف حادثة قدامه تاخده النخوة والرجولة والمروءة والجيرة والغيرة، يشيل المريض مش عارف هو ابن مين، اللي خبطه مين،
يجي بيه ويسعفه. النهارده بقى الانسان يقتل الانسان متعمد ويسيبه ينزل في الشارع ويمشي، وكل واحد خايف تاخده المروءه يشيل مصيبه. ايها الناس، ان النبي الكريم اخبر عن بعثته: انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.